السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل حواوشي. معايا كيلو ونص من اللحمة، ومعايا كيلو من البصل، ونص كيلو من الفلفل الرومي. مش هحط طماطم. يلا بينا. هنفرم كمية البصل مع الفلفل، طبعا هناخدهم على مرتين. هنفرم بقى. هنعمل كده. وطبعا انا عاملة كمية البصل دي مش عشان بس تزود كمية اللحمة، لأ لأ، عشان كمان تديني نسبة جوسي كده، يعني البصل والفلفل ينزلوا مية بكفاية مع مية اللحمة اللي هتنزل في التسوية، فيقعد معايا فترة أطول في الفرن، فبالتالي تديني نتيجة حلوة قوي لتسوية الحواوشي. تاني حاجة تطعم لي العيش. وكمان انا عاملة الكمية دي عشان يعني نقسمهم جزء للفطار وجزء كمان ناكله في السحور. في السحور. سامعاكي يا اللي بتقولي حواوشي في السحور. حواوشي في السحور. فرمنا البصل مع الفلفل. بصوا انا مش عايزاه مفروم ناعم قوي يعني يبقى ميه، لا انا عايزاه مفروم خشن، يعني كأنك فرمه بصل كده للطبخ، يعني للخضار، كأنك هتطبخي هتقلي. تمام. بصوا بقى كمية اللحمة مع البصل والفلفل، يعني حطينا كمية الخضار اللي هو البصل والفلفل، يعني مش عشان تزويد الكمية بس، لأ، عشان كمان نسبة المية اللي بتنزل من الخضار ده بيديني فرصة لتسوية الحواوشي كويس في الفرن جوه الفويل، من غير ما العيش ينشف. حطينا بقى ملح، وحطينا فلفل اسود، وحطينا ميكس بهارات، وحطينا اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده توم باودر. بقول لكم واو، تحفه، ريحته فظيعه. دي الميكس بهارات. فاحنا حطينا ملح وفلفل وميكس بهارات وتوم باودر، وممكن تستبدليه بتوم فريش عادي خالص. هلبس بقى الجوانتي وهبتدي ان انا يعني ايه الف اللحمه كده مع الفلفل والبصل لغايه ما كله يمتزج مع كله، ما تبقاش حته لحمه وحته خضار بس. اهو بصوا انا مش قادره افتح عينيا من حرقان البصل، بس انا مبسوطه قوي ان انا بعمل النهارده حواوشي، الاكله المفضله للولاد ولجوزي برضو. يعني كلهم في البيت بيحبوا تاكلوا ايه؟ ناكل حواوشي. تاكلوا ايه؟ ناكل حواوشي. طب برجر؟ لا، حواوشي. بصوا بقى منظر اللحمه بعد ما لفتها كده بالبصل والفلفل مع التوابل. ما حطيتش توابل حواوشي، انا بستكفى بالتوابل البسيطة عشان احس بطعم اللحمة، ولا بقى فول صويا يزود لك الكمية، ولا الحاجات اللي بتتحط مع اللحمة دي عشان نوفر فيديو التوفير والكلام ده. لا خالص يا جماعة، احنا يعني ممكن تعملي نص كيلو من المفروم وتزودي عليه بصل وفلفل رومي الوان بقى براحتك، وما تحطيش بقى ولا فول صويا ولا الكلام الفاضي ده يا جماعة. هاخد بقى كمية المناسبة كده لرغيف العيش بقى. انا معايا رغيف عيش حلو يعني ما شاء الله كبير مش صغير. هاخد بقى كمية كبيرة ما شاء الله، احنا عندنا بقى لحمة وبصل وفلفل كتير، مش هستخسر يعني. هحط بقى اللحمة كده جوه العيش. انا معايا العيش ده عيش بلدي، عيش من البلدي اللي هو بتاع الفرن العادي. هاخد بقى كمية حلوة كده وهرص بقى. انا فاتحة العيش بالمقص، افتحيه بالطريقة اللي تعجبك. هاخد بقى العيش كده وهرص فيه اللحمة، وابتدي ان انا افضل ادوس من بره كده بالراحة. طبعا ده عيش طازة، ما ينفعش خالص عيش بايت عشان ما يفرولش. طبعا هما الكمية دي عملت معايا حوالي 14 رغيف. انا اخدت منهم كل واحد كده رغيف للسحور، والباقي كيسته عشان يخش الفريزر لما اجي من الشغل اطلعه كده. دي كمية اللي هتخش الفريزر. انا للأسف مخدتش بالي ان الكمية التانية بتاعة السحور ما اتصورتش. هاخد بقى كل رغيفين في كيس، ولما اجي ادخلهم الفرن، طبعا الكيس دي هتخش الفريزر، لما اجي ادخلهم الفرن هطلع كل رغيف الفه فويل لوحده، وهبتدي ان انا ادخله الفرن. طبعا قبل ما اروح الشغل اطلعهم من الفريزر، ولما اجي ادخلهم الفرن. وكل سنة وانتم طيبين وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.